السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم من جديد في يوميات حواء. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي بزاف من المربيين كيعانيو منه. علاش بعض المرات كنلقاو الدجاج كيموت بدون سبب واضح، وكيفاش نحميو القطيع ونخليوه يعيش في صحة ممتازة. اليوم غادي نشارك معكم تجربتي الخاصة بالنصائح اللي فعلا دارت الفرق وخلاو الدجاج ديالي يكبر ويتربى بدون أمراض وبدون خسائر. هذا الفيديو موجه للمربيين الدجاج المبتدئين. الفيديو غير موجه للمربيين المحترفين واصحاب الكوريات والناس اللي عندهم خبرة مسبقة في تربية الدواجن. الفيديو خاص بالناس اللي تجربتهم قليلة في تربية الدجاج او اللي عاد بادين او عندهم كمية قليلة. اول حاجة وهي السكن. الدجاج بحال الانسان كيحتاج يعيش في مكان مريح. الحوش خاص يكون دائما نقي جاف وما فيه لا رطوبة لا روائح كريهة. نشطبوا الأرض من الغبار والرطوبة نهاريا نهار لا أو على الأقل مرتين في الأسبوع. والأهم هي التهوية. إلا كان الحوش ديالكم فيه شراجم فتحوها بالنهار وسدوها بالليل، ولكن بلا ما تدخل الريح مباشر عليهم. هذا التوازن مهم باش ما يمرضوش. بالنسبه ليا درت فتحه تهويه بحال شكل الضوايه في الاعلى، وحتى الشمس كتوصلهم بالنهار. ضروري الدجاج يتعرض لاشعه الشمس بشكل يومي باش يبقى بصحه جيده. تاني حاجه وهي التغذيه الصحيحه. ماشي اي ماكله كتعطى للدجاج. باش يبقى قوي وتكون عنده مناعه خاص الحبوب تكون متنوعه. الذره، الشعير، القمح، شويه النخاله، بقايا الطعام، وتعاونوا بالخبز الكارمي المطحون وازولا. رجعوا للفيديو اللي هدرت فيه على بدائل العلف الاقتصاديه، غادي يفيدكم بزاف. واحد السر اللي غادي ينفعكم بزاف وهو ديروا الثومه محكوكه في الماء مع عصير حامضه اولا 2 حامضات كل 3 ايام. كتساعد على الهضم، كتقتل الطفيليات وكتعطي مناعه طبيعيه للدجاج. ثالث حاجه واهم حاجه وهي الماء. اكثر حاجه كتسبب موت الدجاج هي الماء الموسخ. حاولوا تبدلوا الماء كل نهار، وغسلوا اوعيه الماء يوميا وعقموها بجافيل مره في الاسبوع، ومره في السيمانه زيدوا معلقه الخل التفاح في كل لتر ديال الماء وقدموها للدجاج ديالكم. راه كيعقم المصران وكيقوي المناعه. ضيفوا خل التفاح او عصير الحامض مع الثومه او الحلبه او الشيح في الماء. كل مره ضيفوا حاجه مختلفه، وماشي يوميا انما مره الى مرتين في الاسبوع. سبق لي وشاركت معكم هاد الوصفات كامله في فيديوهات مفصله وحطيتها لكم في القناه. ارجعوا الفيديوهات السابقه باش تشوفوا الوصفات بالتفصيل. رابع حاجه وهي الوقايه من القمل والبراغيث والقراد والحشرات عامه اللي كتصيب الدجاج. وباش نتفاداو هذا المشكل هذا كيخصنا مره كل شهرين حتى 3 شهور ناخدو الرماد ونوزعوه في الحوش ديالنا كامل وما نخليو حتى شي قنت. حتى من الاعشاش فين كيبيض الدجاج كيخصنا نرشو فيها كميه من الرماد. الرماد قوي جدا في القضاء على هاد الحشرات هذه، سواء الكبيره او حتى الصغيره اللي ما كتبانش مزيان. الدجاج كيتمرغ في هذاك الرماد وكيقتل اي حشره في الريش ديالو. ما تنسوش الاعشاش خاصها تبقى دائما نقيه. وفرضا شي دجاجه لاحظنا بان الجوانب ديال عينيها او العرف ديالها او تحت الجناوح ديالها فيها البرغوث، كيفاش نقضيو عليه باش ما يتكاثرش وينتشر لينا الدجاج كامل ويعاديه لينا؟ كيخصنا ناخذ هذيك الدجاجه اللي فيها داك البرغوث وندهنوا ليه هذوك الاماكن اللي فيها داك البرغوث، ندهنوهم بالزيت، اي نوع من الزيت يفي بالغرض. نحاولوا ما نخليوش هذا المشكل ونتجاهلوه، لان هذا البرغوث كيمتص الدم ديال الدجاج او الحشرات عامه كتغذى على الدم ديال الدجاج، وبهكا كيفقد المناعه ديالو وكيموت ببطء بلا ما نحسو به. المراقبه المستمره ضروريه لنجاح مشروع الدجاج. اخر حاجه وهي المراقبه المستمره للقطيع ديالنا. فاش كنلاحظوا شي دجاجه فيها اي علامه من علامات المرض، مثلا واقفه بوحدها ما كتاكلش مع القطيع اولا كتعطس اولا عينيها منتفخين اولا فيها اي علامه كتدل على انها ما بقاتش كيف كانت او ماشي طبيعيه، كنعزلوها مباشره بوحدها باش هكا ما كتعاديش لينا القطيع كامل. وملي كنعزلوها بوحدها كنقدموا ليها العلاجات ديالها، وهكا كنكونوا حافظنا على القطيع ديالنا من العدوى. وما نساوش دائما النظافه هي سر نجاح القطيع والمحافظه على المناعه ديالو. النظافه سواء في الاكل، سواء في اواعي الماء، سواء في الحوش.
دائما الدجاج ديالنا نقدموا ليه ماكله نقيه، ما نقدموش ليه ماكله ملوثه. وبالنسبه للعلف يكون دائما في اماكن جافه وما يتعرضش للرطوبه وما تضربوش الشتا، باش هكا كيحافظ على الجوده ديالو وكنحافظوا على المناعه ديال الدجاج ديالنا والصحه ديالو. وما تنساوش تبخير الحوش ديالكم بالاعشاب من حين الى حين كيف ما شاركت معكم في الفيديو اللي فات. غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. الطريقه فعاله لحمايه الدجاج من الامراض. وبالنسبه للاعشاب سواء غادي نبخروها سواء غادي نعطيوها للدجاج ديالنا في الماء او غادي نخلطوها مع العلف، دائما نديرو غير شويه، كميه قليله تفي بالغرض. والاكثار من الاعشاب ممكن يجيب نتيجه عكسيه بدل ما انه يجيب لنا نتيجه ايجابيه، لان الاعشاب واخا طبيعيه كتبقى قويه، داكشي علاش كيخصنا نقدموا منها غير كميه قليله. وهذه كانت اهم النصائح اللي شخصيا كنطبقها مع الدجاج البلدي ديالي واللي خلاتني نتهنى من الموت المفاجئ والخسائر. نتمنى تكونوا استفدتوا من التجربه ديالي، وخليوا لي رايكم في التعليقات. وإلا عندكم اي اسئله اخرى على التربيه، الانتاج او الامراض او اي موضوع كيخص الدجاج البلدي، مرحبا بكم وغادي نجاوبكم كاملين. ما تنساوش الاشتراك في القناه والدعم ديالكم، حيث بفضلكم كنستمر ونشارك معكم كل جديد. بالنسبه للفيديوهات السابقه اللي ذكرتها غتلقاو الروابط ديالها كلها في صندوق الوصف. شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.